شوية بصارة على مرور الجاف، الفول مفصص ووليته وهطيبه هنا وهترجعوا لي تاني وهعمل بصارة، بصارة على مرور الجاف. جيب نص كيلو فول مفصص وتبيتيه في مية الصبح او تحطيه نص ساعة في مية وتروح سلقاه على البابور وتحط له الخضرة والحاجات. هوضب الحاجات دي بعد ما اسلق الفول وهترجعوا لي تاني وهتشوفوا انا بعمل ايه. كل سنة وانتم طيبين وربنا يعود عليكم خير وما تنسونوش في اللايك. كل سنة وانتم طيبين. الخضرة يا جماعة اهي على الفول. الفول اهو لسه هيطيب بقى. عملوا شوية بصارة عسل، شوية بصارة كده أيام الناس الطيبين الحلوين اللي ما بيروحوش بالبني. كل سنة وانتم طيبين وخليكم لأولادكم والصورة معاكم يا رب، وأنا معاكم أهو وما تنسونيش في اللايك. كل سنة وانتم طيبين. ده البصل ده هقشره واغسله، هقشره واغسله واخرطه عشان احمره الاخر خالص ارش على الوش. بس كمية بصل يعني؟ بيعوز كمية بصل. انا هقشر البصل دي واغسله واقطعه شرايح 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 وابقى احمره برضه قدامكم وهرشه على الاطباق كده بعد ما اخلص البصار. انتوا معايا اهوت وربنا ما يحرمنيش منكم ويخليكم لاولادكم. كل سنة وانتم طيبين.
في البصارة خالص، لازم يطيب. ياخد وضعه. لازم تطيب خالص زي العدس، لازم تطيب زي طريقة العدس. البصارة دي لازم تطيب زي طريقة العدس. الصلاية دي بتاعت زمان. دي بتاعت ستي بقى. ستي أم، وبعدين عمتي اللي أبويا خدتها مني، وأمي خدتها من ستي، وستي وأمي خدتها من عمتي النبوية. عمتي دي كانت بتاعت أمي. خشب، بس دي بتاعت هون عادي. يعني مستعملاها. دي كانت ايديها خشب بس اتكسر. وكانت بتاعت امي، وامي ادتها لعمتي اللي هي تبقى حماتي. يعني وراثة. عمتي خدتها، قالت لها ايه انا هاخدها، خدتها مني بقت تعمل تستعملها. انا بقى لما اتجوزت ابني خدتها، سبتها بقى، قلت ذكريات وحاجات قديمه وصحيه، يعني ما تقولوش صحيه. اهي اجيال زمان، والواحد بيحتفظ بحاجات زمان. دلوقتي يقول لك ايه عينوا الحاجات اللي عملوا بقى ايه عام. لكن محدش قدامي بيستعملها دلوقتي. لا، فيه الهون اللي هو الألمونيا، والهون اللي هو العاج اللي زي دي ايد هون عاد. بس انا مستعمله ديت عشان ايه؟ بتاعت عمتي حماتي. البصرة ما تخلص احمره، لازم تقطع حلقات كده، لازم تقطع كده حلقات عشان احمره وارشه بقى على الايه، على الاطباق بتاعت البصارة. وانتوا معايا اهوت، وربنا ما يحرمنيش منكم. كل سنة وانتم طيبين. الصعبة دي شوية كده صعبة عليكم، بس لذيذة يعني.
بصوا عليها كده على الطبق، وهتشوفوني وخليكم معايا. أفكركم بالزمن الجميل وأيام أهاليكم الجمال الحلوين، ربنا يخليكم ويرحم اللي يرحمه ويخلي اللي يخليه يا رب، ويخلي الموجودين ويرحم الأموات. كل سنة وأنتم طيبين، وأنا معاكم أهو، ربنا يخليكم يا رب. شوية نشا أو شوية دقيق، لازم ينعمل كده بشوية دقيق عشان يبقى مفرغ عن بعضه كده، عشان لما يتحمر يبقى ماسك بعض. ده هحمره وأحطه على الوش بعد بعد ما البصارة تتعمل، وأغرفه لازم أرش شوية بالدول على الوش. يعني كله غذا كله غذا. كل سنة وانتم طيبين وخليكم معانا.
هيبتهل لغاية لما يغمق خالص. زي ما انتوا شايفين كده، زي ما انتوا شايفين كده اهي. ده من الزمن الجميل بتاع ابويا وامي. دي بقى اهاليني كانوا يحبوا الحاجات دي، يعملوها لي ويقعدوا طول النهار عاملين ايه يا اما، اقول لهم عامله بصار، يقولوا يا دي البصار ده حلوه يا ولاد، مفيد. طبعا البصل اهو. عملت البصل كمان اهو، حمرته اهو. مش هطول عليكم وانا بحمر، وبحمر عادي يعني. انا وريتكم اللي هو بتقطع حلقات اهوت، شويه دقيق عليه او شويه نشي يديك بقى اللون. دي بقى الاخر خالص هترشوه لو ايه تمام، هترشوه بقى على الاطباق. هنا برضه هقلي فص توم، هقلي فص توم، هنزل حاجه دلوقتي واقلي فص توم واحطها عليها زي الملوخيه، واروح غرفها في اطباق واروح ارص عليها دي. خليكم معايا، ولو عجبكم الفيديو ان عجبكم ما تنسونيش في اللايك. كل سنه وانتم طيبين، وما تنسوش الزمن الجميل ايام زمان. ربنا يخلي لكم امهاتكم ويخلي لكم اخواتكم وعيالكم ما تحبش منهم. هنا اهوت دي اخر تكه بقى في البصار، دي اخر تكه، وتروح غرفه وتروح رشه البصل، اخر تكه. طبعا ما بنقللهاش بصل، ما بتقليش بصل يعني، ما تقليش بصل وتقولي ايه احطه عليها تخديعة العدس او تخديعة اي حاجه، لا هو فص الثوم بس، فص الثوم بس كده. سلام على الريح بتاع زمان. جميلة جميلة. تقليل الفص الثوم زي اللي كنا بتقللوا الملوخية تروح ترشها عليها. أهالينا كانوا بيعملوها كده. كنا نقعدوا في ريحة البابور بقى والدنيا ساقعة بتشتي بره. وناكلوا بقى ايه الطبق البصارة دي ونغلبوه في اطباق كتير ياما، يقولوا فين ما عادش طبق بصارات، يجروا على طبق البصارة، ما عادش طبق بصارات، دي طبق بصارة ياما. وعاوز تاكلها بقى تاكلها بالعيش الناشف. لا بقى احلى حاجة بالعيش الناشف بقى، بناكلوها بقى بعيش طري اللي موجود دلوقتي. في عيش الأول العيش الناشف الأول زمان. فين ايام العيش الناشف ده كانوا بيقعدوا يقوموا من النجمة يعملوا عيش ويخبزوا ويولعوا الفرن والقبورة ويعملوا ابابور بالسكر. ايام اهالينا كانت عسل وكل حاجه، وكانت نفس حلوه كده قبل ما نهاجي. دلوقتي ربنا يفك شر المرض، بيقول لك يا ده هيتعبني وده هيتعب، لا ابدا ما تعبش. عاوزه تستغنى عن فص الثوم دي ما تعملوش، اللي حاجه بتتعبكم ما تعملوها. الثوم دي بلاش اللي عنده قولون والحاجات دي ما ياكلش ثوم، على ان هو مفيد للصحة. على ان هو مفيد. اي دواء دلوقتي واي علاج فيه الثوم دي، اي دواء اي علاج فيه الثوم. دلوقتي قلت الفص الثوم اهو، شكله عامل ازاي.
حلو. والله ريحه بقى جميله. ريحه روعه. ريحه بقى يعني افتكرت امي دلوقتي. امي كانت بتعمل كده. ولا اما كنت تعملها ازاي؟ تقول له عودي جنبي وانا اعملها. عودي جنبي. هي الطشه دي. عودي جنبي وانا وتشوفوها تعملها. قعدت جنب امي وقعدت جنب عمتي وقعدت جنب ستي بقيت اشوفهم بقى بيعملوا ايه. شموا ريحتها بقى. الله الله الله. اللهم صل على النبي. كل سنه وانتم طيبين وربنا يعطي عليكم خير. انا حبيت اعملها لكم قبل رمضان. عشان رمضان طبعا بيبقى يعني زحمه وما حدش بيقدر يعمل حاجات دي. وبنحيي الاخوه المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، وكل سنه وهم طيبين. الاخوه المسيحيين ربنا يعود عليهم الايام بخير، وكل سنه وهم طيبين كلهم جميعا يا رب بمشارقها ومغاربها. الاخوه المسيحيين احبابنا واخواتنا كل سنه وهم طيبين. كل سنه وحضراتكم طيبين الاخوه المسيحيين بمشارقها ومغاربها. كل سنه وهم طيبين في عيد الميلاد المجيد. كل سنه وحضراتكم طيبين. كل عام وانتم بخير على الامه العربيه كلها بجميع مشارقها ومغاربها. جميع الاخوه المسيحيين كل سنه وحضراتكم طيبين. كل سنه وهم طيبين ويعود عليهم بخير اخواتنا المسيحيين. لعيد الميلاد المجيد. عيد ميلادهم ربنا يرد عليهم بخير وعلينا. احنا عيدنا جاي اهو ان شاء الله. ورمضان جاي اهو ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. خليكم معانا بغرف اهوت. الفول دي يا جماعه لحمه الغلابه. الفول ده بقى متروس بصله وخلاص. بجميع انواعه. جميع الفول بجميع انواعه لحمه الغلابه. متروس ده فول وخلاص. اللهم صل على النبي. شويه بصاره من الحاجه بنت المنوفيه. شويه بصاره. اللهم صل على النبي. كل سنه وانتم طيبين. واخر كبكه البصل المحمر. الله 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 الله. حبيبي يا ربنا. اللهم صل على النبي. اللهم صل على كامل النور. اللهم دم نعم يا ده رب. بقى البصل المحمر دي لو تاكلوه حب بيعمر الدماغ. متعب بيخلي الواحد ينام. كان العيل لما يعيط يقول لك العيل عنده 10 سنين يعيط يقول لك اعملوا بصلايه محمرها له عشان ينام. بيعمر المخ. كانوا يقولوا اعملوا بصلايه محمره بشويه رز عشان العيل ياكل وينام. فعلا. واحلى حاجه يا جماعه شويه البصاره دول. ودي انتوا شوفوا. وطبعا كنا بنوزع يعني كنا الجار لما كان بيعمل بصاره كان بيوزع يودوا له طبق بصاره. كان يقولوا ندوا لام محمود ندوا لام محمد. والله يعني كان زمان البصاره دي هي والطبق اسمه عاشوره. طبق عاشوره. طبق عاشوره دي رخر كان بيتفرق. زي البليله انا اعمل طبق عاشوره صحنين عاشوره اروح اودي للجار اودي للجار وكانوا بيجيبوا لنا. والله. دلوقتي والله يا جماعه حتى الكسكسي كل واحد يحمد ربنا عليه وفيه. كل سنه وانتم طيبين وربنا يعود عليكم بخير وما تنسونيش في اللايك. الله يبارك لكم يجعلها سنه مبروكه عليكم يا رب وعلى اولادكم ما نحرموش منكم ولا نحرم منكم وما تنحرموش من عيالكم ويخليكم. كل سنه وانتم طيبين. ما تنسونيش في اللايك.